بسم الله الرحمن الرحيم. نشرة خاصة من أنجمينة إلى ليبيا، ومن ليبيا إلى العراق. نسلط الضوء اليوم على قضايا ومشاكل السودانيين في الخارج. انضموا إلينا في رحلة عبر هذا المقطع لنوافق طلابنا السودانيين ونستمع لندائهم ونقدم لكم الصورة الكاملة لما يواجهونه بعيدا عن وطنهم. نداء عاجل من طلاب المنحة العراقية: ساعدونا للوصول إلى حلمنا. توجه 120 طالبا وطالبة سودانيين تم قبولهم في منحة الجامعة العراقية بمناشدة عاجلة إلى شركة طيران السودانية تاركو بدر وسودانير وسلطة الطيران المدني. وأكد الطلاب في خطابهم أنهم شباب لم تثنيهم صعوبات الظروف ولا تحديات الواقع، وجاهدوا بأنفسهم للالتحاق بمنحة دراسية تنافس عليها الآلاف ليتخصصوا في مجالات يحتاجها الوطن في مرحلة إعادة البناء والتعمير. وأشاروا إلى أن تكلفة التذاكر السفر تفوق طاقاتهم المالية، داعين شركات الطيران إلى مد يد العون بتبني تذاكر السفر، معتبرين أن دعمهم ليس مجرد تذكرة بل استثمار في العقول التي ستبني الأوطان وتحمل رسالة أمل لكل شاب طموح. تحياتي.